بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في العصر الحديث. مرحبا بكم إلى النسخة الحقيقية من النظام العالمي الجديد. مرحبا بكم في العالم الحديث، كوكتيل من العصر الحديث على النظام العالمي الجديد. ما هو العصر الحديث ده بدأ بالحرب العالمية الأولى اللي قلت لكم قبل كده إنها أنتجت نتيجتين اتنين ملهمش تالتة. النتيجة الأولى هي إسقاط الدولة الجامعة للمسلمين وعدم السماح بقيامها مرة أخرى، والنتيجة الثانية هي التمهيد لإقامة الدولة الجامعة لليهود وعدم السماح بسقوطها. ده اللي عملته الحرب العالمية الأولى. خلي بالك اللي هي في آخر يوم فيها كان وعد بلفور، يعني المسألة واضحة زي الشمس للعمى. أنا عارف إن العميان كتير بس حتى لعمى يقدر يفهمها. جت بعد كده الحرب العالمية الثانية عشان تأكد النتيجة التي صنعتها أو خلقتها، مش هقول مهدت ليها، الحرب العالمية الأولى. دي كانت بداية النيو وورلد أوردر، النظام العالمي الجديد، وبداية ظهور هذا المصطلح. الآن يتأكد ويترسخ هذا المصطلح مع الاستعداد لإنشاء أو المجاهرة بأنهم سينشئون إسرائيل الكبرى، التي تعني أنه لن يكن هناك على ظهر الأرض غير إسرائيل، الأرض كلها هتبقى إسرائيل. إذن فإن الجويم أي الأمميين كلهم إما موتى وإما خاضعين. الكلام ده هوس، هوس، بس هذا الهوس هو الذي يحكم العالم. الهوس ده مش عقيدتي والله، أنا أعتقد أن هذا كله كلام فارغ جدا وكلام لا يستحق أن يقال، مش أن ينفذ ولا أن يفكر فيه. لكن تعمل إيه إذا كان إمبراطور العالم بيفكر أنه ينفذ الكلام ده؟ تعمل إيه إذا كانت كل القوى القادرة والفاعلة بين من يساهم علنا وبين من يساهم سرا في تنفيذ هذا الهبل والهطل، وبين من يخشى أن يجاهر بأنه لا يستطيع إلا أن يشارك فيه؟ يعني هو بيشارك ويعني هو مش على معدته بس يقول لك وانا ما اقدرش الا ان انا اشارك. مرحبا بكم اذا في العالم الحديث. حتى يعني من سمت هذا العالم، شوف ايران لما تيجي تقول لها انت بتضربي دول الخليج ليه، تقول لك ما انا انضربت، ما امريكا ضربتني. نفس المنطق بتاع اسرائيل لما تقول لها انت بتعملي مذابح للفلسطينيين، يقول لك الله ما هتلر عمل عندي مذابح. نفس المنطق يقول لك اصل القواعد الامريكيه اللي ايران بتنضرب منها موجوده في الخليج، ولو لم تكن هذه القواعد موجوده لما ضربت ايران. ده كلام عبيط، ده كلام فارغ، ده كذب مفضوح. ليه كذب مفضوح؟ لانه هذه القواعد لو لم تكن موجوده، انت يا ايران عندك صواريخ بتقدري توصليها لغايه اسرائيل، تفتكري امريكا ما عندهاش صواريخ تقدر توصلها لغايه عندك؟ ما عندهاش حاملات طائرات، ما عندهاش سفن، ما عندهاش غواصات نوويه، ما عندهاش اسطول واقف على شواطئك انت منذ سنوات طويله وانت لم تتحركي لتطرديه من امام شواطئك. اذا حكايه اصل هو من غير دي. طب امريكا ما عندهاش قاعده في العراق؟ امريكا ما عندهاش قواعد في اسرائيل؟ امريكا ما عندهاش قواعد في مصر؟ عندها في كل الكلام ده. لكن انت بتضربي اللي تقدري تضربيه انت، او ان النظام الحاكم لا يهمه الا انه يطلع عنتر زمانه قدام الشعب اللي هو حاكمه بالحديد والنار، فبيضرب اللي ايده طوله. بلغ من هطل المتاثرين بوباء الهوس اللي موجود ده انه حد متصل بيا من اوروبا عشان يقول لي لا والله اصل ايران عندها حق. قلت له والله ايران كانت توشك انها تقتلني، يعني بعض الصواريخ اللي نزلت دي اوشكت ان تصل الي. فسيادتك متكبد المشقه ومتصل بيها من اوروبا عشان تقول لي ان ايران لما تقتلني انا شخصيا يبقى عندها حق، فيبقى ملعون ابو الابعد. هقول لك ايه؟ ما هو ما فيش رد غير كده. يعني انا اقتل ظلما وغدرا وانا ما اجرمتش في حق حد ولا عملت اي حاجه، وبقول الكلام اللي انت بتسمعه طول الوقت ده، وفي بني ادم اهطل دماغه ملفوفه ورا بيفكر بجزمته متصل بيها بمكالمه عبر البحار مخصوص عشان يقول لي لا والله اصل ايران عندها حق تعمل اللي بتعمله ده. قلت له ايران كان يمكن ان يقتلني، اللي بتعمله ده اللي انت بتتكلم عنه
قال له هتعمل ايه؟ قلت له يعني ما عندهاش حل غير انها تقتلني. قال له قلت له يبقى ملعون ابو الابعد، اقول لك ايه؟ ما هو فيش حل غير كده يعني. فاذا انت بتتعامل مع ناس هوس الاعتقاد العقيده، عندما تصبح على خطأ تصبح ضلاله. فهؤلاء اناس مضللون، وبين هؤلاء المهووسين والمضللين مرحبا بكم الى العالم الحديث. الحقيقه ان العالم عملوا له ابديت، بس الظاهر ان الابديت ده طلع مضروب يا اخوانا. وما تستغربوش لو الديناصورات رجعت تاني في الدنيا. على الاقل الديناصورات ارحم من العالم اللي احنا موجودين ده، ارحم فيه، ده ارحم من الوحوش النووية اللي بتحكم العالم النهاردة. مرحبا بكم الى دائرة الجنون والهوس، الهلوسة والبلاهة، والارتداد إلى أسوأ معاني الوثنية وأشدها وحشية. العالم زي ما قلت لك كده بيقولوا حدثوه، وإن اللي موجود هو ده الحديث. شوف ثورة الاتصالات يا أخي، وشوف العالم اللي قرية صغيرة، القرية الصغيرة دي الاتصالات دي عملت إيه؟ خلت واحد يتصل بيها من أوروبا يقول لي والله لما إيران تقتلك يبقى عندها حق. قلت له طب خلاص، وإنت لما تتسلخ وتتشوي وتتعمل كباب فأنا شخصيا هبقى سعيد. ليه؟ لأن قلتك أحسن، لأنك معدوم الإنسانية ومعدوم القدرة على الفهم. فزي ما قلت لك الأبديت طلع مضروب، وما تستغربوش لو شفتوا الديناصورات وهي راجعة، لأنها أرحم من الوحوش النووية اللي بتحكم العالم النهاردة. وحوش حقيقية وهوس دموي ألعن من هوس الهمج بتوع القرابين البشرية وأكلت لحوم البشر. من كام سنة طلع المعتوه عبد الفتاح السيسي، المعتوه أدناه عبد الفتاح السيسي، وادعى حرفيا وباللفظ ان 1.6 مليار مسلم هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم. مش ممكن، وعمل بايده كده. فالقلل اللي مرصوصين قدامه خافوا وقعدوا ساكتين. بتعادي الدنيا كلها، يعني 1.6 مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن. السيسي مش عنصر أساسي. السيسي في حقيقة الأمر مجرد أمر من أوامر البرنامج الخبيث اللي العالم اتعمل له الأبديت وهو اخترقه، حاجة كده عاملة زي الفيروس يعني. السيسي جزء من أبديت برنامج تضليل العالم وجره للردة إلى أسوأ عصور التخلف، عصر العبيد بلا كرامة ولا حقوق، والسخرة بلا أجر، عصر طغاة بحكم القوة وبحكم القدرة على خداع وتضليل المغيبين والأغبياء وورثة البلاهة، ورثة صك ملكية البلاهة. هؤلاء الطغاة لا عندهم مبادئ ولا إنسانية ولا احترام لأي قيمة ولا لأي شيء إلا القوة، ولا شيء غير القوة. يخافوا ما يختشوش، والدين عندهم هوس، مجرد هوس. قولوا للسيسي مش المسلمين اللي هيقتلوا الدنيا، ده قرايبك هم اللي بيقتلوا، مش هيقتلوا، هم اللي بيقتلوا الدنيا فعلا، قرايبك اللي انت حريص على أمنهم. أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. لو في عندنا يهود هنبني لهم. قرايبك اللي انت مجند نفسك خدام عندهم. تجدني وبقوة أيضا داعم وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن. قرايبك اللي انت مأجر المنافقين يدعوا بدعائهم وانت تأمن وراهم عشان يبان انك تبعهم. بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر الكامن فيها. قرايبك دول يا سيسي هم اللي بيقتلوا العالم فعلا، مش هيقتلوا. مفيش حق التسويف دي بتاعت اللغة العامية دي مش موجودة، لا هي ولا سين المستقبل بتاعت الفصحى. قرايبك يقتلون العالم بالفصحى وبيقتلوا العالم بالعامية، وفي الحالتين بيقتلوا أو يقتلون فعليا، يقتلونه الآن وأنت جزء من خطتهم. رحت تأجر مصر كلها مش جيشها بس، رحت تأجر، ما عملت جولة كده زي البياع المتجول، زي البياع السريح، زي البياع الوكيل بالعمولة،
رحت تأجر مصر في الحرب ضد إيران، وقبل ما تروح، قبل ما تاخد لفتك تسرح سرحتك، طلعت الأراجوز بتاعك على المنبر يدعي بدعاء الشيعة، ورفعت ايديك وراه بمنتهى التقوى، تسرح مع الديب وتروح مع الغنم، تروح تقول لهم أنا معاكم في حرب إيران، وتقول لإيران ده احنا بندعو بدعائكم. رفعت ايديك ورا الأراجوز بتاعك بمنتهى التقوى، وانت هتعيط يا ولداه من كتر الخشوع. بس يا ابن المشخصاتية الكلام ده ما عادش بيخيل على حد، لا دول ولا دول مصدقينك، ولا حد بياكل من البكش بتاعك. بالظبط كده، مسافة السكة. قرايبك يا سيسي هم اللي بيقتلوا العالم كله دلوقتي، بيقتلوا البشر والشجر وكل اللي فيه روح، وبيفتتوا الحجر اللي ما فيهوش روح، لأنهم بيدمروا فكرة الحياة نفسها، بيدمروا كوكب الأرض، بيلوثوا المية والهواء. الشعوب بتزرع الحبوب الغذائية، القمح والذرة وخلافه، ويطحنوها وياكلوها تقوتهم. وانت وقرايبك بتعملوا حبوب برضو، بتصنعوا حبوب الهلوسة، كبتاجون بشار وترامادول عباس كامل وخلافه، بتعملوا الحبوب دي وتطحنوها وتشموها يا شمامين. وادي النتيجة، فرقة بتولع في الدنيا عشان مؤمنين بان في حد دخل السرداب ولازم يولعوا في العالم عشان يخرج. طيب ما ان شاء الله ما خرج، يعني هتموت الدنيا كلها عشان اللي دخل السرداب ده وتايف ايه بيخرج مع انه ما خرج. يا اخي ما تسيبه في السرداب ده لغايه ما نشوف ما يبلوا اصحاب، يعني سيبوه في السرداب اللي هو قاعد فيه بقاله اكتر من 1000 سنه، او على الاقل سيبوا له حته ناشفه يقعد فيها لما يخرج. اسالوا نفسكم هتقعدوه فين لما يخرج وانتوا بتحرقوا الاخضر واليابس؟ وقصاد الفرقه دي، فرقه المعاتيه دي، في فرقه تانية اشد عتها مستنيه اللي اتعلق على الصليب عشان يرجع، وعشان يرجع لازم يولعوا في الدنيا برضه. ما فيش حل غير ان احنا نولع في الدنيا يعني. والمساله ان دول ودول متفقين على ان هم يحرقوا العالم. طيب اذا كان اللي انتوا مستنيينه يرجع ده ما قدرش على الصليب، يبقى هيقدر على الصواريخ الباليستيه والانشطاريه والنوويه. طلب الهدنه للتفاوض مع ايران اللي بيعرضوا ترامب دلوقتي مجرد كذبه زي الكذبتين اللي كذبهم قبل كده عشان خاطر يقدر انه يفاجئ ايران. واعلن ده، قال انا ضربت ايران وهي مش متوقعه، بيفاخر بده، انا غدرت. حين يصبح الغدر مكرمه ومحل للفخر، يبقى هذا العالم قل عليه العفاء وقل عليه السلام. بتفاوض، التزم بانك اديت الامان، كمل كلامك مع اللي انت قاعد معاه على الترابيزه. اذا في بس ليه الكلام ده؟ علشان خاطر اصله احنا لازم نقيم اسرائيل الكبرى عشان نرجع اللي اتعلق على الصليب ده عشان يحكم العالم لمدة 1000 سنة من الخير والرخاء مقابل 2000 سنة اللي اتحكموا بالظلم وبالعدوان. طب انت هترجعه عشان يحكم العالم بالخير والرخاء وبالعدل وبالحكمة، هترجعه بالظلم وبالقهر يعني أنت تريد من خلال الظلم أن تصنع العدل؟ أنت تريد من خلال القهر والقتل أن تصنع الحياة والرخاء؟ أنت تريد من خلال العدوان أن تصنع الرحمة والسلام؟ يا جماعة إذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيسمع عاقل. قولوا لهم يعني، ما تقولوا لهمش، سيبوهم. يعني عارف انت لما نلاقي واحد مجنون او في الترلل او بتاع، بنجيب له حاجه مهدئ وشوفوا لهم حاجه تهديهم يا جماعه، او تنيمهم نوم الظالم عباده. بس ما تعبروهمش لحد ينتخب دول، ولا حد يتحيز ليهم، ولا حد يقعد يعمل موضوع ما عادش خاضع للتحليل السياسي ولا حتى للتحليل النفسي. الموضوع دلوقتي بقى ان كل من بيده الامر الان في هذا الكون تبوسه وتحطه جنب الحيط ونشوف غيره. هذا النظام العالمي، هذا نيو وورلد اوردر قد سقط وانتهى الامر، لم يعد موجودا. واللي احنا فيه ده العفن اللي احنا فيه ده، لان احنا عاملين زي اللي قاعدين في بيت والبيت ده اتطربق فوق راسهم. الحل الوحيد ان هم يخرجوا براه ويبداوا يشوفوا هم هيقعدوا فين، يبنوا بيت، يبنوا خيمه، يقعدوا فوق الشجره زي القرود. بس يعني ما ينفعش انك انت تقعد في البيت اللي مجاريه ضربت وطوبه نهار
وحديد وصدى وخشب خلاص بقى كل سنة وانت طيب. بتدوروا على ان اللي اتعلق على الصليب يرجع. طب ما اللي اتعلق على الصليب مرة هيتعلق تاني وتالت، وبعدين بتضربه بالنووي عشان يرجع. طيب ما هو مش هيلاقي أرض يرجع لها، هيرجع للإشعاع والغبار النووي ده. إذا ما كانتش الأرض نفسها وبسبب اللي جرى لها انحرفت عن مسارها وكركبت معاها المجموعة الشمسية كلها، إذا ما كانتش القيامة قامت يعني باختصار بسبب كل هذا الكم من الصواريخ النووية اللي هينضرب في الأرض. والألعن إن نفس الفرقة دي اللي هي مستنية اللي اتعلق على الصليب عشان يرجع تاني متحالفة مع فرقة تانية مش مصدقة إن اللي اتعلق على الصليب ده جه من أصله. يعني في ناس مؤمنين بأن من علق على الصليب قد جاء، وأنه هو المقصود وهو الصحيح، وأنه بعد أن غاب سيعود. في بقى ناس تانية شايفة إن لا ده ما جاش لسه، وهم قاعدين مستنيينه مش عشان يعلقوا على الصليب، عشان يمشوا وراه. بس دول ودول متحالفين مع بعض، يعني اللي مستنيينه يرجع متحالفين مع اللي بيقولوا إن هو لسه ما جاش. He fed 5,000 hungry souls with 2 fish and show your love for the second coming of the one and only. إزاي في ناس بيقولوا إن هو جه ثم علق على الصليب، ومتحالفين مع ناس بيقولوا لا جه إزاي ده ما جاش ولا حاجة، ده احنا علقناه بإيدينا على الصليب، ولو كان هو الآتي المنتظر بجد ما كناش لا احنا ولا غيرنا عرفنا نصلبه. تمام، يعني هو بالنسبة لكم ما جاش يا اللي بتقولوا كده. ما جاش. تقول لهم امال الفرقة التانية دول بيساعدوكوا ليه؟ الفرقة التانية اللي بتقول ان هو جه وغاب ومستنيينه يرجع بتساعد الفرقة اللي بتقول ده ما جاش من اصله واحنا مستنيينه يجي للمرة الاولى. طيب الفرقة اللي بتقول جه وغاب بتساعد الفرقة اللي بتقول ما جاش من اصله ليه؟ اذا هم بيقولوا ده ما جاش من اصله، يقولوا لك عشان اللي لسه ما جاش ده هيرجع. والله زي ما بقول لك كده، واحد ما جاش ما شفناهوش لا اتولد ولا عاش بينا، بس مستنيينه يرجع تاني. هذا ما يؤمن به المهووسون. الله، يرجع منين يا ابن المبرشمة منك له؟ إذا كان حسب إيمانك ما جاش أولاني يبقى إزاي هيرجع تاني؟ يقول لك هو كده. أنا شخصيا ما عنديش مانع من إن أي حد يصدق أي هبل. اللي عايز يعبد جزمة هجيب له ليها ورنيش ورباط، هو حر في نفسه، بس يعبدها بعيد عني، ما يقرفنيش بيها، ما يجيبها ليش وما يقرفنيش، يحطها فوق دماغه ويحطها تحت رأيه، يعمل اللي عايز يعمله. إنما ينيمها على السرير ونامه على البلاط، هو حر، ده جزمته وده سريره، بس لما احطها على سريري هحدفه من البلكونة. ما فيش كلام من الكلام ده. فإذا أنا شخصيا ما عنديش مانع من إن أي حد يصدق أي هبل. ما هي العقيدة كده، العقيدة مسألة وجدان، دور العقل فيها قليل جدا. وعشان كده لما العقيدة بتنحرف بتبقى ضلالة، مجرد ضلالة زي اللي بيحكم العالم دلوقتي، بتبقى ضلالة لأن العقل ملوش رقابة على العقيدة. والشريعة على العكس من العقيدة. الشريعة مسألة عقل خالص، الشريعة مسألة افعل من أجل كذا ولا تفعل من أجل كذا. فلو من أجل دي أنت مش موافق عليها مش هتوافق على حكم افعل أو لا تفعل، أو موافق يبقى هتوافق على حكم افعل ولا تفعل. الشريعة اللي هي القانون والتقاليد والمنظومة السلوكية دي، وهذا الإسلام، هذا هو الإسلام الذي أعرفه. الإسلام شريعة يوشك من يلتزم بها أن تصل به إلى العقيدة. الكلام ده جه في القرآن، بس المسلمين ما بيقروش القرآن، وإذا قرأوه لا يفهمونه. هذه حقيقة بكل أسف. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. آمنا عقيدة، قل لم تؤمنوا، ما فيش عقيدة، ولكن قولوا أسلمنا التزمنا بالشريعة خلاص. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما زي ما علماء اللغة بيقولوا، قواعد اللغة بتقول مش محتاجة علماء يعني، لما أداة تنفي الفعل المضارع، الفعل اللي بيجي بعدها في الحاضر مع رجحان حدوثه في المستقبل. ما أقول لما آكل بعد أو لما يأكل هذا الرجل بعد، فهذا معناه أن هذا الرجل لم يأكل، ولكن من المتوقع أنه سيأكل. يعني الحكم مرجح في المستقبل. فهنا
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني لما يدخل، حتى الآن لم تصلوا إلى درجة الإيمان، ولكن يوشك الإيمان أن يدخل في قلوبكم بعد أن تهذبكم الشريعة، بعد أن تصقل سلوككم وتصقل عقولكم، وبعد أن تنظم حياتكم بقانونها، وبعد أن تنشر بينكم العدل والتراحم والقيم النبيلة، فإن الإيمان الصحيح سيدخل في قلوبكم. ولكن لو عملت الإيمان الأول وبعدين الشريعة بعد كده، يبقى أنت حطيت العربة أمام الحصان. إذن هذا هو الإسلام كما أعرفه وكما أؤمن به. العقيدة مسألة وجدان، الشريعة مسألة عقل خالص، وعشان كده ممكن تصويبها لما تنحرف. وعشان كده لأن هي مسألة عقل، يعني مسألة مطروحة للتفكير الجماعي وللحكم عليها من الجماعة، عشان كده بيعاديها الطغاة اللي يهمهم إنهم يخدروا الشعوب، مش إنها تفكر وتقرفهم. يهمهم إنهم يخدروا الشعوب ويسيبوها غرقانة في هلاوس وفي ضلالات زي اللي اتكلمنا فيها، وزي غاندي الروح العظيم. هو في أحسن من كده؟ الثائر المخلص الذي تعلم من المصريين الثورة ثم عاد ليعلمها للعالم كله، واللي أنا شخصيا بحترمه جدا. لكن غاندي، المهاتما غاندي الروح العظيم، كان بسبب الضلالة بيغسل وشه ببول البقر، يفضل ماشي ورا البقرة لغاية ما تتبول، يحط ايده تحتها كده وياخد المية اللي نازلة منها ويغسل بيها وشه. تقول يا رب، الراجل المحترم ده، العقل الراجح ده، ما سألش نفسه ايه الهبل والوساخة اللي هو بيعملها دي؟ والإجابة لا يا سيدي، ما سألش نفسه، لأن العقل في الموقف ده بيبقى مغيب، والضلالة هي اللي مسيطرة. فيا أبناء الهوس المطلق، بطلوا حرب من أجل هذا الهوس الذي في أدمغتكم، إنه جنون لا يستحق الالتفات إليه ولا الاهتمام به. بطلوا حرب وتهوسوا بعد كده زي ما انتوا عايزين. مستعدين نلم من بعض ونحفظ. والله أنا شخصيا مستعد أقود حملة جمع التبرعات عشان نحفر لكم سراديب تدخلوا فيها وتخرجوا منها، وتعملوا معجزات وتصوروا أفلام كمان لو حبيتوا. واللي مستنيين رجوع المصلوب هنعمل لكم صلبان، شوية صلبان على كيفكم كده يعجبوكم، تتعلقوا عليها وقت ما تحبوا وتعلقوا حبايبكم. واللي يتعب ينزل ياكل له لقمة ويريح ويشرب له شوية خل وياخد حقنة ويرجع يتعلق تاني، ما جراش حاجة. وبعدين ينزل ويقول انه اتصلب وطلع ونزل ورجع، والمهووسين يزيطوا، واللي مش مصدقين انه جه اولاني يقولوا له بس احنا ما شفناكش غير دلوقتي، ولو عايزنا نصدقك اتعلق شوية وبعدين انزل وقول انا رجعت عشان نبقى شفناك مرتين. فيعمل كده ويرجع لهم، ونبقى حلينا معضلة اللي ما جاش اولاني بس هيرجع تاني، وكله يجي مبسوط. الخواجة يجي مبسوط، وانا يجي مبسوط، وانت يجي مبسوط يا حبيبي، كله يجي مبسوط، ما عندناش مانع. بس ده لا بيتعمل بالبالستي ولا بالنووي يا منيل على عينك منك له. بدل ما تحوشوا وتقطروا على شعوبكم وتعيشوهم على العيش والملح عشان تحرقوا الدنيا، اصرفوا اللي بتقتلوا بيه الشعوب على أكلها وشربها. تمن صاروخ نووي واحد في الحد الأدنى 200 مليون دولار، وله عمر، ما بيتخزنش للأبد يعني. لا، ده عنده مرحلة معينة بيبقى فاسد وغير قابل للاستعمال. ودي المشكلة اللي بتواجهها أمريكا دلوقتي، واللي عشان تعوض التالف بس من قوتها النووية محتاجة تصنع حوالي 700 صاروخ تكلفتهم 140 مليار دولار، بينما الدين الأمريكي في مارس الجاري تجاوز حاجز 39 تريليون دولار. وكده فنيا أمريكا دولة مفلسة فعلا، وفنيا أمريكا غير قادرة على دفع رواتب الموظفين ولا على سداد الديون. ولو أن في هذا العالم عدلا لكانت أمريكا قد أعلنت دولة مفلسة واتعاملت زي الدول اللي أمريكا نفسها عملتها على أساس إنها دول مفلسة. فأنتوا فلستوا، يبقى كفاية إهدار بقى. يعني التفتوا لروحكم وحاولوا تلموا الإخرام الكتير اللي أصابتكم بسبب الهطل والهبل اللي انتوا ماشيين فيه ده.
كفاية صرف على الموت واصرفوا على الحياة، وكفاية هوس بقى. لا لكم دعوة باللي دخل السرداب ولا باللي ضده ولا باللي جه بس ما جاش وعايزينه يرجع. لو كان إيمانكم صحيح يبقى ملوش لازمة اللي انتوا بتعملوه، لأن اللي دخلوا السرداب قادر يرجعه، واللي أرسلوا مرة قادر يرجعه مرة تانية. ولو إيمانكم باطل وضلال يبقى ما يستاهلش تعملوا أي حاجة عشانه ولا بناء عليه. ده باطل من الباطل وضلال من الضلال. تعبونا وتتعبوا نفسكم عشانه ليه؟ اقعد ريح منك له واهدى كده واشرب حاجة ساعة على حسابي، والله هجيب لكم حاجات تاكلوها وتشربوها وتنبسطوا وتبقوا كويسين. ما هو البني آدم كده لما بياكل وبيشرب وبيعمل يعني بيوزن دماغه. في ناس كده لما الجوع تهبل، فانتوا لما تاكلوا وتشربوا وتوزنوا هتبقوا كويسين قوي والله، هتتصرفوا تصرفات زي الفل. وقولوا للسيسي تاني قرايبك هم اللي بيقتلوا العالم يا سيسي، على الشاشات وعلى التلفزيونات وعلى أجهزة الكمبيوتر وعلى الموبايلات، ويمكنك أن تتابعهم مع الباعة وفي المحلات وفي أكشاك الجرائد أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.